النهارده ان شاء الله هنعمل الفراخ المشويه بدون فرن وبمكون سري خطير هينقل معاكي الفراخ في حته تانية خالص. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ولو مش مشتركين في قناتي شرفوني باشتراككم فيها. ونبدا ونقول بسم الله. اول حاجه كده انا هجيب فرخه حوالي كيلو ونص او كيلو و400 جرام اللي تجيبيه عادي ومتوفر عندك. هجيب صينيه، هجيب فيها 4 بصلات وسط اقطعهم جوليان بالشكل ده. وبعدين بقى التوابل بتاعتي، هضيف معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الكزبره، معلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من بهارات الفراخ، معلقه صغيره من الكاري، وكمان هضيف اخر حاجه معلقه صغيره من البابريكا. وهجيب عصير ليمونتين. السر في الخلطه النهارده بتاعتنا الليمون، لازم نجيب ليمونتين كبار كده ونعصرهم على الخلطه اللي احنا هنعملها دي. بعد ما نعصر بقى الليمون احط معلقتين كده صغيرين من الملح. وكمان هجيب بقى الفراخ بتاعتي وهمسك بقى الفراخ والبصل اللي انا عملته ده بالتوابل وبالليمون، وهمسك الفراخ واحط خلطة البصل ما بين بقى الوراك بتاعت الفراخ. وهدعك الاول الفراخ بالبصل كويس جدا جدا. لازم ادخل التتبيلة في الفراخ. انا طبعا عشان كنت مستعجله فعملتها في نفس الوقت. احنا ممكن نعمل الخلطه اللي احنا عملناها دي ونركن الفراخ في التلاجة حوالي ساعتين 3، هتبقى طعمها بجد خطير. بس انا عشان كنت مستعجله عملتها في نفس الوقت. وانت برضو لو حد مستعجل يعملها عادي جدا مش مشكله، بس لو اتسابت ساعتين او 3 في التلاجة بتبقى احلى واجمل بكتير. بعد بقى ما اخلص الفراخ كده هجيب حبتين من الطماطم حجمهم وسط، وهقطع بقى الطماطم شرايح بالشكل ده كده على وش الفراخ. بعد كده بقى اجيب ميه عاديه جدا من الحنفيه، هعاير هنا حوالي 4 كوبايات من الميه هحطهم على الفراخ. بعد ما احط بقى الميه اكون محضره معايا هنا حبهان، هحط 4 فصوص من الحبهان واكسر الحبهان كده قبل ما احطه، واضيف الحبهان على الوش بعد ما اضيف الميه. واجيب بقى ورقتين او 3 من اللوري واحطهم برضو على الوش. انا كده ضفت 3 كوبايات، وهضيف بقى كده دي كوبايه الرابعه. اخر حاجه بقى هضيف ربع معلقه صغيره خالص من السماق. نقدر نضيف الاضافه دي عشان انا نسيتها، نضيف السماق ده مع البصل برضو واحنا بنحط التوابل. بعد كده بقى هحط الفراخ على النار وهغطيها بغطا بالشكل ده لحد ما الفراخ ما تستوي تماما. اول ما الاقي الفراخ استوت هشيلها بقى من على النار. هجيب انا بقى صينيه، تقدري تدخلي نفس الصينيه كده تحت الشوايه. انا نقلتها في صينيه في قالب كده، وبعدين حطيت رصيت الفراخ، وبعدين كبيت الخلطه على الفراخ. بعد كده بقى هنجيب المادة الدهنية اللي بتنزل من الفراخ بفرشة سيليكون كده، وندهن وش الفراخ قبل ما ندخلها تحت الشواية. احنا طبعا الفراخ مستوية خالص، هندخلها تحت الشواية فقط. هندهنها بقى كده بالشكل ده وهنخرجها تحت الشواية على طول اول ما تاخد لون معاكي كده زي المشوية كده بتاعت بره. عايزه اقول لكم ان ريحتها بجد والله العظيم جميله جدا. الليمون كمان عامل شغل عالي كده مع الخلطه، وبيديكي نكهه كده وطعم جديد حلو جدا كده في الفراخ. وكمان الخلطه بتاعت البصل دي اوعي ترميها، بتحطيها كمان مع الرز ومع الفراخ بتبقى طعمها بجد خطير. شايفين بقى الجمال عامله ازاي؟ مستويه جدا. وكمان انا وريتكم الصدر عشان الورك بيبقى مستوي، انا وريتكم الصدر كمان شكله عامل ازاي. طعمها خطير، جربوها وقولي رايكم في الكومنتات. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم وخفيف على قلبكم. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم على خير قريب ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.